بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم قاطو السنيوة غير بحبة بيض، وريحة تتحصلي على كمية ما شاء الله. صدقوني حبيباتي بنتو من أروع ما يكون، يجي خفيف يدوب ذوبان وبحشو اقتصادي وزاد له بنة على بنة. كامل اللي راح يذوق عندكم هذه الحلوى ما يصدقش باللي هذه غير حلوى اقتصاديه بشويه زيت وحبه بيض، ما رايحين يعرفوها لا باتيسري ولا موسكوتشو ولا حلوى. نتمنى حبيباتي تدعموا لي الفيديو بجيم وبالبارتاج باه توصل لاكبر قدر ممكن من المشاهدين يستفادوا من الوصفه ويجربوها هما تاني. نقولوا بسم الله ومباشره نبداو في الوصفه. هنا البنات في ريسيبيون عندنا بيضه بحجم كبير تكون بدرجه حراره الغرفه، واللي البيض تاعها صغير تقدر تحط 2 بيضات. ضفت لهم نص كاس سكر ومغرف صغيره لافاني، وبديت نخلط فيهم غير بالفوي. تقدروا هنا البنات اللي تحب يعني تسهل عليها الخدمه تقدر تخدم بالدراب الكهربائي حتى يتغير لنا لون الخليط ونتحصلوا على اللون اللي راكم تشوفوا فيه، ونحسوا بلي السكر تاعنا بدا يذوب. في هذه المرحله جبت كاس ناقص اسبوعين ولا كاس غير ربع زيت، نبدا نضيف فيه بالتدريج مع الاستمرار في الخلط. نحب البنات ديما نذكركم بهذه الخطوه ولا هذه التدبيره. نقول بالك دخلوا معنا مبتدئات جدد، ديما البنات كي تجيو تضيفوا الزيت سواء في الكاطو ولا في لي كيك، حاولوا البنات تضيفوه بالتدريج مع الاستمرار في الخلط، هكا باه ما تجيكمش الكيكه تاعكم معجنه ومكبده من الداخل. واذا درتيوها في الحلويات باه الحلوى تاعكم كي تجيو تشكلوها ما تخرج لكمش الزيت. بعد ما كملت هنا كميه الزيت كامله نبقى نخلط البنات حوالي دقيقه ولا نص دقيقه باش الزيت يدخل مليح مليح مع باقي المكونات. جبت هنايا البنات عطر الليمون، راح نضيف منه حوالي نص مغرفه صغيره. وتقدروا هنا البنات مع عطر الليمون تضيفوا عطر نوع كوكو. للامانه البنات انا ما كانش متوفر عندي، نتوما اذا حبيتيو تضيفوه تقدروا تضيفوه، راح يزيد يمد لكم ذوق ولا اروع في هذه الحلوى. خلطت هنا البنات هاد المكونات مليح، وجبت هنايا نص كاس حليب، طبعا لازم يكون دافي. نضيفوه البنات دفعه واحده ونخلطوا، ومباشره نبداو نضيفوه في الفارينه. مبدئيا حطيت هنا 3 كيسان فارينه سعه الكاس البنات 220 مليلتر، وضفت لهم 2 باكيات خميره الوزن الاجمالي 20 غرام. طبعا هنا البنات لازم الخميره نغربلوها هكا باه نتجنبوا الحبيبات. نخلط هنا مليح مليح حتى الفارينه هذيك تدخل مليح مع باقي المكونات، ونشوفوا اذا الخليط تاعنا مازال يحتاج الفارينه ولا لا. هنا البنات القوام لازم يكون طري وفي نفس الوقت ما يتلاصقش. لقيت هنا البنات بلي الخليط تاعي مازال شويه يتلاصق، زدت ضفت له نص كاس فارينه. يعني الكميه تاع الفارينه كامله اللي خداتها لي هذه الوصفه هي 3 كيسان ونص. وديما البنات كي تجيو تيستيو العجينه تاعكم اذا تلصق ولا ما تلصقش تيستيوها بيدكم النظيفه، يعني مش بيدكم اللي تخدموا بها. بعد ما لميت هنا البنات العجينه قسمتها لنصفين متساويين، ودركا مباشره نبدا نحل فيها. جبت هنا البنات الصينيه تاعي للابعاد تاعها 30 على 20 سنتيمتر، فرجت بابي كويسون مباشره رايحه نبدا نحل في العجينه. حاولوا البنات ديروها بشكل متساوي في كامل الجهات باه ما تجيش الحلوى تاعكم من جهه طالعه ومن جهه هابطه. واللي حابه تخدم هذه الوصفه في المول الاسطوري راح تجيك حبيبتي هذه المقادير في زوز تاع ليمون. هنا البنات جبت المغرف وحاولت نسويها من الاطراف وفي الوسط، يعني باه ما يبقاوش لي طراس تاع الاصابع تاعي. نطقبها بالفرشيطه نحطها بجيه ونروحوا نحضروا الحشو. بالنسبه لنا البنات للحشو حطيت 2 كيسان وربع نواه كوكو. تقدروا نتوما البنات تحطوا يعني تروحوا حتى ل3 كيسان، انا هذه هي الكميه اللي كانت متوفره عندي. ولميت البنات هاد نوع كوكو بالكونفيتور ذوق المشماس. تقدروا نتوما البنات تخلطوا بين الكونفيتور وبين العسل، تبقاو تضيفوا في الكونفيتور بشويه وتخلطوا حتى تحصلوا عليه يعني يولي لكم الخليط هذا طري. وتقدروا هنا البنات تضيفوا له عطر نوع كوكو. هنا البنات لازم كما قلت لكم تحصلوا على قوام يكون طري، كي تجيو تلموه هكا بصبعكم يتلم لكم كما راكم تشوفوا.
هنا مباشرة راح نفرغ هذاك الحشو فوق الطبقة الأولى تاع العجينة. نحاول نوزعوه هو تاني هنا البنات بالتساوي كباه ما تجينيش جهة طالعة وجهة هابطة، يعني نحاول نوزعو مليح مليح ونضغطوا عليه شوية بالمغرف. ونصف تاع العجينه اللي بقات لي جبت هنايا البنات بابي كويسون، قسمته على الابعاد تاع الصينيه تاعي 30 على 20 سنتيم، وبديت نحل فيه هكا البنات غير بيدي، ومن بعد حليته بالحلال. هزيتو كيما راكم تشوفوا، حطيته فوق الطبقه تاع الحشو، يعني هكا البنات راح نسهلوا عليكم الخدمه. والبابي كويسون راح يتنحى معكم بكل سهوله. دوك البنات نحاول نعدلو مليح فوق هذاك الحشو، ونزيد نثقبو بالفرشيطه وندخلو مباشره للفور. ندخلو للفور اللي كنت شعلته مسبقا على 180 درجه. نحطو في الرف الوسطاني، والفور البنات شاعل من التحت. بعد ما نشوفو طابلي من التحت وبدا يحمر لي من الجوانب، نزيد نهبطو للرف التحتاني، نشعلو من الفوق البنات حتى تطيب لي الطبقه الفوقانيه، ونحيه من الفور ونخليوه لازم حتى يبرد. وللتزيين كنت خلطت كيس صغير ربع بودرة شانتيي مع نص كيس ماء بارد، طلعتهم مليح مليح بالباتور وطليت بهم الحلوى تاعي. هاوليكم هنا البنات الكاطو بعد ما طاب لي، شوفوا الله يبارك كيفاه خرج احمر ما شاء الله. هنا البنات رايحه نقلبو. بالنسبه للبنات للتزيين تقدروا ديروا كيما درت انا بودره الشونتيي، كيما تقدروا البنات ديروا كريمه الزبده ولا تطليوه بالشوكولا سواء البيضه ولا شوكولا بالحليب. هذا الشيء البنات يرجع لاذواقكم ويرجع لواش متوفر عندكم في الدار. وزدت رشيت عليه من الفوق حبيبات الشوكولا. هنا البنات تقدروا تاني تدهنوه غير بالكونفيتور، وزيدوا تحطوا له من الفوق نواه كوكو، بما انه يعني حشيناه بنواه كوكو تقدروا تاني تزينوه بنواه كوكو. صدقوني حبيباتي هاد الحلوى جات بنتها سبيسيال، جات خفيفه وطريه وتذوب ذوبان. بلا ما نحكيو على البنه تاعها، لازم حبيباتي تجربوها باش تعرفوا على واش راني نحكي. ولمصداقيه الوصفه نقسم لكم حبيباتي هنا باش تشوفوا القوام تاعها من الداخل كيفاه جا، وتشوفوا لي هذيك الخفه وهذيك الهشاشه. تقدروا هنا البنات تسميو هاد الحلوى كاطو سنيوه ولا كروكي بريستيج. وراني متاكده اذا جربتيو هاد الوصفه ما كنتش رايحين تستغناو عليها، خاصه كعادة اقتصاديه بيضه فقط وشويه تاع زيت تحضري حلوى من اروع ما يكون. تقدروا تحضروها هنا لقهوه الصباح ولا قهوه العشيه، كما تقدروا حبيباتي تحضروها وتديوها معكم كي تروحوا ضياف، ورايحه تحمر لكم وجوهكم ان شاء الله. نتمنى غالياتي تجربوها، واللي جربتها ترجع هنا للفيديو تخلي لي رايها في التعليقات، ونقول لك حبيبتي بالصحه والراحه. ما تنساونيش حبيباتي بدعمكم ليا، هو اللي راح يحفزني باه نزيد نقدم لكم المزيد ان شاء الله. جيم وبارطاج واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.